بتعتبر العمارة المملوكية هي جوهرة العمارة الإسلامية في مصر والعالم، فالآثار التي تركها لنا المماليك أثرت في الفن الإسلامي بشكل كبير، وده كان نتاج فترة حكم كبيرة لسلطنة المماليك من سنة 1250 إلى 1517. فبيذكر ابن خلدون في مخطوطاته القاهرة حضرة الدنيا وبستان العالم. وتاريخ المماليك بينقسم لفترتين، الأولى كانت من سنة 1250 لسنة 1382، وهي فترة حكم المماليك البحرية، وبيرجع أصولهم إلى جنوب روسيا، وأخذوا تسميتهم من مكان سكنهم في القاهرة، فكانت سكناتهم على النيل. أما الفترة الثانية وهي من سنة 1382 لسنة 1517، وهي فترة حكم المماليك الشراكسة أو المماليك البرجية، وكان مقر سكنهم أبراج قلعة صلاح الدين. وفي شارع من أهم شوارع الدرب الأحمر لا يقل أهمية عن شارع المعز، هو شارع باب الوزير، بسبب كثرة الآثار المملوكية. وفي الشارع ده بنشوف أجمل الآثار، ومن أهمها مسجد ومدرسة وكتاب الأمير أيتوموس البجاسي. وبيقع مسجد ومدرسة أيتوموس البجاسي على شارع باب الوزير، وبتمتد مجموعة أيتوموس من شارع باب الوزير إلى شارع باب التربة أمام آثار الأمير طراباي الشريف. والمسجد بناه الأمير سنة 1383 ميلادية. مدرسة وحوض وسبيل وكتاب وخان ومنزل أيتوموس البجاسي الناصري الظاهري، أسماء كتيرة جدا للراجل ده هنعرفها مع بعض في الحلقة دي. أيتوموس أي القمر أو البدر المنير، تمام؟ اشتراه واحد اسمه جورجي الإدريسي الناصري، ده كان راجل أمير حلب، اشترى الراجل ده وجابه إلى مصر هنا، وأعجب بيه الظاهر برقوق اللي هو ابنه فرج. الظاهر برقوق خده عنده، الراجل ده تولى مناصب كتيرة جدا في الدولة المملوكية الجركسية خاصة، مع انه تولى برضه في المملوكية البحرية، كان امير خور المسؤول عن الاسطبلات السلطانية زي وزير النقل حاليا. دخلنا بقى على الظاهر برقوق، لذا سمي بالظاهري نسبة إلى الظاهر برقوق. لو بصينا بره في الواجهة هنلاقي أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة العبد الفقير إلى الله تعالى أيتوموس البجاسي الناصري أو الظاهري. سنة كام بقى؟ سنة 785. دي مكتوبة على الواجهة من بره، يبقى نسبة إلى الظاهر برقوق. الظاهر برقوق كان بيحبه خالص. أيتوموس ساعد الظاهر برقوق كمان إن هو يبقى سلطان مصر. ونتيجة تقربه من السلطان الظاهر برقوق ترقى في المناصب، تولى مناصب كتيرة جدا، منها أمير 100 مسؤول عن 100 جندي، وبعد كده مقدم 1000 مسؤول عن 1000 جندي، بعد كده أتابك العسكر زي وزير الدفاع حاليا مسؤول عن الجيش المملوكي، وما أدراك ما الجيش المملوكي في قوته وجبروته وحزمه والقتال بتاعه بالسيف أو بالرمح. جيش كان عظيم جدا ومن أفضل الجيوش اللي أسست في تاريخ الدولة المصرية سواء قديما أو حديثا، هو الجيش المملوكي. مش كل أمراء المماليك كانت سيرتهم بين الناس حسنة، إنما الأمير أيتوموس ترك سيرة عطرة. الراجل ده
كان ذو خلق رفيع، كان قصير القامة عريض المنكبين كثيف الشعر، كان محبوب جدا لدى الناس، كان بيحب العلماء وبيجالس الصالحين ويجالس العلماء، كان محبوب جدا من الشعب، وكان خير جدا جدا مع الشعب المصري في عصر الدولة المملوكية الجركسية خاصة. يا جماعه في خطا شاسع، الناس لما بتيجي تتكلم عن ايتومش تقول لك ده كان امير خور، ده كان اتابك العسكر. ماشي، هو كان كده، بس الوظيفه بتاعته لما بنى المنشاه اللي احنا قاعدين فيها وظيفته ايه؟ كان ساقي. ساقي ده مفيش حد ذكرها، لا هو كان ساقي. دكتور عادل غنيم سنه 1990 اكتشفها وهو بيشرح لطلبه الارشاد هنا. الواجهه من بره حضرتك لو بصيت هتلاقي المكسلتين، بعد كده هتلاقي فتحه الباب فتحه مستطيله، فوقيها عتب، فوق العتب نفيس، فوق النفيس عقد عاتق بيعتق الحمل اهو. طب النفيس ده فيه ايه؟ هتلاقي فيه رنك الكأس، رنك صغير قوي كده وشكله جميل جدا. هو ده دليل ان هو كان ساقي في فتره بناء المنشاه دي. هتلاقي رنك الكأس في الاطار الخشبي اللي بيحدد واجهه السبيل المطل على باب الوزير. الاطار الخشبي ده ادي شباك التسبيل، هتلاقي رنك الكأس برضه وفي اسم ايتومش البجاسي. بيعتبر رنك الكأس هو رمز مهم في العصر المملوكي، وبيدل على صاحبه وهو ساقي السلطان. فالساقي وظيفته تجربة أي مشروب بيشربه السلطان حتى لو كان مية، تجنبا أن الشراب يكون مسموم. فوظيفة الساقي هي وظيفة مهمة بيهب فيها الساقي روحه فداء للسلطان. الراجل ده قال لك انا هبني مدرسه بقى. ليه هيبني مدرسه؟ عشان يعلم فيها صغار المسلمين. بيعلمهم ايه؟ العلوم الشرعيه، القران، الفقه، الحديث، السنه، كل العلوم كانوا بيتعلموها. كان بيعلمهم في الايوان اللي انا قاعد فيه ده، هو ده الايوان اللي كانوا بيعلموا فيه. كان بيعلمهم ايه بقى؟ المذهب الحنفي، الامام ابو حنيفه. طب ليه بيعلموا المذهب الحنفي؟ لان الراجل ده من تركيا اساسا، تركي. فكان هو البويهيين هناك او الاتراك السلاجقه كانوا على المذهب الحنفي، لذا كان بيعلم الناس هنا المذهب الحنفي. والمعماري اللي شايد مدرسة الأمير أيتومش جعل على الجانب الأيمن من إيوان القبلة بابين بجوار المنبر، واحد منهم كان بيؤدي إلى غرف الطلبة بأعلى يمين المسجد، وبتطل شبابيكها على الإيوان من الداخل، والباب التاني كان مخزن ومكتبة للكتب الفقهية. لو دخلت حضرتك يمين كده دخلت على باب التربة، وقبليه باب الوزير اللي مش موجود. لازم نوضح للناس النقطة دي مهمة جدا، لأن النقطة دي حوالين المنشأة بتاعتنا. الأول الناس كان في باب اسمه باب الوداع، كان حضرتك بيمشي من هنا من باب الوزير يطلع سكة المحجر يدخل دار المحفوظات، ينزل باب الوداع من ورا خالص ويلف لفة كبيرة جدا. فكان الناس بتتعب ومرهقة جدا الموضوع ده عشان يلفوا اللفة دي كلها 2-3 كيلو يمشوا في شدة الحر ده. فكان عايزين حد يخفف عليهم وطأة الحر ده والمشي ده كله. جه الامير بقى نجم الدين انوشروان، ده كان وزير بغداد، يعني المسؤول عن شؤون بغداد، لكن كان موجود في مصر في عهد المنصور ابو بكر ابن الناصر محمد ابن قلاوون. جابوا الراجل ده راح عامل باب الوزير اللي اتفتح هنا في الناحيه الثانيه، هتلاقي برج كده كان في باب الوزير، لكن الباب ده مش موجود دلوقتي. خطأ شاسع جدا برضه ان الناس بتقول على باب التربه هو باب الوزير، ده مش باب الوزير يا جماعه. باب التربه ده نسبه الى تربه طرباي الشريفي. طب عشان ندفن الناس، مش الجو حر طبعا، مفيش بقى ميه معدنيه زي الايام دي، لا كان في السبيل. ايتومش البجاسي وهو بيعمل منشاه انشا السبيل، ليه وجهتين عشان الناس تشرب منه وهي ماشيه. لو طلعت قدام شويه هتلاقي سبيل اخر. مين اللي انشاه بقى؟ طرباي الشريفه على شمال حضرتك عشان برضو الناس تشرب. بعد ما تمشي حضرتك وانت ماشي على يمينك السبيل بتاع ايتومش البجاسي، هتلاقي جنبيه على طول الخان، أي الفندق اللي كان بيسكنوا فيه التجار اللي كانوا بيجوا مصر يتاجروا هنا، فكانوا بيسكنوا في الخان ده، وجنبيه على طول منزل أيتومش البجاسي، لكن طبعا اندثر دلوقتي. بعديه على طول هتلاقي كتاب تاني،
كتاب تاني، هو انشا كتاب هنا وانشا كتاب هناك. طبعا انا قلت لك ان الراجل ده كان خير فبيحب يعمل المنشآت دي. بنى الكتاب، طب بناه فين؟ احنا مش شايفين سبيل تحت الكتاب، ما هو مفيش سبيل. في حوض سقي الدواب، تمام، وفي الباب اللي بيؤدي الى الكتاب. هتلاقي بابين حضرتك، باب مستطيل الشكل تدخل منه الكتاب، وباب تاني مستطيل برضه بس معقول، وفوقيه فتحتين، فتحه مزغل اسمها فتحه مزغل، لكن من جوه المساحه واحده، فممكن عمل الفتحتين دول الاضاءه والتهويه، لكن لو المساحه كبيره يبقى عملها الجندي. الباب ده بيؤدي الى حوض سقي الدواب. قلت لك حضرتك بقى عمل كابولي متدرج مائل، عملوا كده مائل كده، وفوقيه كبر المساحه بتاعه الكتاب، فخلى الكتاب شكله جميل جدا من فوق، شكله مربع، وعمل ليه رفرف خشبي. رفرف خشبي نعمل ايه بالرفرف الخشبي؟ علشان يحمي الاطفال من اشعه الشمس والامطار اللي كانت بتسقط عليهم في فصل الشتاء. الكتاب ده كان في واحد اسمه معلم للكتاب بيعلم الطلاب، وكان في واحد مساعد ليه. المساعد ده كان بيعمل ايه؟ المعلم لو غاب المساعد موجود في الكتاب ده، وفي فتحه بتاعه الميزاب بتاعه الحوض سقي الدواب موجوده بره. يبقى ادي الحضاره الاسلاميه يا جماعه، ادي حقوق الانسان في السبيل اللي احنا عملناه، وادي حقوق الحيوان في حوض سقي الدواب. لما حضرتك ماشي من هنا وعايز الدبه بتاعتك تشرب، هتشرب منين؟ هتشرب من الحوض اللي عمله ايتومش البجاسي. واجهة المسجد بتطل على شارع باب الوزير، وهي في نفس الوقت واجهة المدفن اللي بيعلوها قبة من أجمل القباب المملوكية. ايه ده، هو دفن هنا؟ لا طبعا ما دفنش هنا. امال دفن فين؟ دي القصة اللي احنا هنقولها. أتابك العسكر أي وزير الدفاع وهو ايتومش البجاسي. حصلت ثورة كبيرة في الشام في دمشق. الظاهر برقوق بيثق فيه، قال له روح اقمع لي الثورة دي، يعني اقضي على الثورة دي. لما راح دمشق في الشام طبعا قبضوا عليه وسجنوه في سجن دمشق. لما رجع بقى الظاهر برقوق للحكم تاني، اخرجوا من السجن اللي كان فيه وعملوا وصي على ابنه فرج بن برقوق لانه بيثق فيه جدا. قامت الثوره تاني في حكم فرج بن برقوق، فراح قال له روح يا ايتومش، انت عارف اهل الشام وعارف الحواري بتاعتهم زي ما بنقول، علشان تقمعني الثوره دي. راح يقمعها، برضه قبضوا عليه تاني وسجنوه في السجن اللي كان مسجون فيه، وللأسف ذبح هناك في الشام في دمشق، ولم يعرف أين ضريحه حتى الآن. ولا هنا انتهت حكايتنا، لكن هناك كثير من حكايات من وراء الأبواب.